اهلا اعزائي المتابعين في فيديو جديد وتأليف جديد من العيار التقيل جدا. تأليف جديد من العيار التقيل جدا يا اعزائي المتابعين. وزي ما قلت لكم شعارنا لدينا هدف نبيل وهو دخول مجال التمثيل. طبعا يا اعزائي المتابعين احنا ما تخليناش عن هدفنا حتى لو كانت الظروف صعبة. احنا بنواجه كل انواع الظروف الصعبة. عارف، كأنك كنت في حرب لازم تنتصر في الحرب دي مهما كان. وهو ده الوضع اللي احنا عايشينه في قناة يوتيوب القناص اديتور. احنا في حرب والانتصار فيها هو دخول مجال التمثيل. فيا اعزائي المتابعين ياريت تقدروا تعبنا ومجهوداتنا الشديدة وتحاولوا توصلوا قناة يوتيوب لمليون مشترك، لأن وصول القناة مليون مشترك هيكون له حوافز كبيرة جدا. فياريت يا أعزائي المتابعين نهتم بالقناة ونحط لايكات وكومنتات علشان نوصل لمليون مشترك. طبعا يا أعزائي المتابعين الفترة الجاية للأسف فترة فيها امتحانات، والفترة دي هتكون فترة عصيبة، لأن للأسف احتمال إن احنا نقطع العمل بالقناة بشكل مؤقت تاني. ولكن لا، احنا ممكن نعمل استراتيجية علشان نستمر في العمل بالقناة في نفس الوقت اللي هيكون فيه امتحانات آخر سنة في الكلية عشان هتخرج. وحتى لما اتخرج واجي بعد كده اشتغل، فده مش معناته ان انا هسيب القناة، لا، مستمرين في القناة دايما حتى ولو كان ايه، لان هدفنا لازم نوصل له، لازم نوصل له. طبعا يا اعزائي المتابعين الهدف انا شرحته قبل كده وبقوله تاني وتالت ورابع وخامس، ان احنا هدفنا هو دخول مجال التمثيل. حتى لو كانت الظروف صعبة، وحتى لو كانت كل الامور جاية ضد عوامل نجاح القناة، فاحنا بنحارب الصعب علشان خاطر نوصل. عارف زي مثلا كده الصبار اللي بيطلع في الصحراء، هو الصبار ده طلع ازاي اساسا ومفيش مية ولا بتاع؟ هو كده بيحارب كل انواع الظروف الصعبة علشان يقدر ان هو يطلع. فنفس الكلام، نفس الكلام هنا، احنا بنحارب كل انواع الظروف الصعبة. حتى ساعة الازمة المالية اللي حصلت سنة 2024 مع بداية انشاء القناة، كنا بنواجه ازمة مالية حادة جدا، ولكن ما قدرناش في نفس الوقت ان احنا نوقف العمل بالقناة اطلاقا، بل استمرينا في انتاج فيديوهات وفي انتاج تأليفات، سواء كانت قصص او اغاني حزينة. مهما كان مستمرين دايما دايما، مفيش وقوف، مفيش قولة ان احنا نوقف. فيا اعزائي المتابعين مهما كانت الظروف صعبة فاحنا مستمرين، مستمرين. مهما كانت الامور والحواجز وموانع نجاح موجودة، احنا هنكسر الحواجز دي وهننجح، هننجح وهنوصل لهدفنا، هنوصل لهدفنا. أعزائي المتابعين من فضلكم أي حد بيتفرج على الفيديو الوقتي حالا يضغط على زرار الاشتراك ويفعل الجرس علشان نوصل لمليون مشترك يا أعزائي المتابعين. وصول القناة لمليون مشترك ده أمر من الضروري أن يحدث، من المهم جدا أن يحدث، لازم يحدث، لازم نوصل مليون مشترك، سواء بعد يومين، بعد شهرين، بعد سنتين، لازم نوصل مليون مشترك، لازم نوصل لمليون مشترك. الأغنية الحزينة دي يا أعزائي المتابعين كان في حد تحداني
وقال لي اعمل أغنية حزينة من كلمة اللي هي إيه، كلمة اتعلمت. فأنا قلت له ماشي، إيه يعني أعمل أغنية حزينة من كلمة اتعلمت؟ وعملت أغنية حزينة زي ما انتوا شايفين كده. الأغنية الحزينة دي تحفة جدا يا أعزائي المتابعين، وجميلة جدا، وهتنال إعجاب الجميع، وأنا متأكد وواثق ثقة تامة إن أعزائي المتابعين هيعجبهم الفيديو. أشوفكم في فيديو جديد يا أعزائي المتابعين، مع السلامة.